الانسان الطبيعي دايما متصور انه عايش على الارض ثابته، والنقطه دي فيها اختلاف كبير. زي ما احنا عارفين الارض كرويه، بس الغريب ان العلماء بتقول لنا انها بتدور في الفضاء واحنا راكبين عليها كانها مركبه فضائيه. قصه غريبه جدا وصعبه تتصدق، بس العلماء ما سكتوش، قالوا لنا انتوا مش عايشين على الارض ثابته، الارض اللي تحت رجليك بتتحرك. ازاي الكلام ده؟ اكتشفوا ان القشره الارضيه متكسره لصفائح ضخمه، كل صفيحه شايله قارات ومحيطات ومنفصله عن الصفائح التانيه بشروخ وفوالق. والاسوأ ان الصفائح دي عايمه على بحر من نار منصهره، يعني احنا قاعدين على لوح خشب عايم على بركان عملاق. العلماء سموا الحركه دي بالتكتونيه الصفائحيه، وقالوا ان الصفائح بتتحرك باستمرار، بتتصادم مع بعض او بتبعد عن بعض، وده اللي بيعمل الزلزال او البراكين اللي بنشوفها حوالينا. كمان اكدوا ان القارات اللي احنا عارفينها دلوقتي ما كانتش كده زمان. في البدايه كانت قاره واحده ضخمه، لما الحمم المنصهره بدات تهرب من شكوك القشره القاره دي اتقسمت وبقت قارات صغيره بعيده عن بعضها. امريكا الشماليه والجنوبيه راحوا في حته، وافريقيا واوروبا راحوا في ناحيه تانية، وده اللي خلى المحيط الاطلسي لحد دلوقتي بيتسع، والمحيط الهادي بيضيق. وكمان بيقولوا ان البحر الابيض المتوسط ممكن يختفي في المستقبل. ازاي الحركات دي هتفضل تقرب اليابس من بعض لحد ما يقفلوا على البحر ده خالص؟ الادله اللي العلماء قدموها قويه جدا. لما تبص على اطلس العالم تلاحظ ان حدود امريكا الجنوبيه وافريقيا شبه بتتطابقم زي قطع البازل. مش بس كده، الصخور على ضفاف القارتين من نفس النوع والعمر الجيولوجي، حتى الحفريات اللي موجوده هنا وهناك متطابقه. ده غير السلاسل الجبليه اللي لما بتجمع القارات في خريطه واحده بتلاقيهم بيكملوا بعض. لكن ده مش كل حاجه، العلماء قدروا يرسموا خريطه قاع المحيط الاطلسي باستخدام الموجات الصوتيه، واكتشفوا ان القاع مليان فوهات بركانيه. غير انهم عملوا خريطه مغناطيسيه للارض، ولقوا ان مغناطيسيه الارض بتنعكس كل شويه. تخيل ان الارض زي مغناطيس ضخم، اقطابه بتتبدل بين الشمال والجنوب. ده حصل 171 مره خلال تاريخ الارض. في 2023 بعثه علميه باستخدام روبوتات غطست لاعماق غير مسبوقه في قاع المحيط، واكتشفت تشكيلات جيولوجيه جديده بتثبت ان الحركات التكتونيه مستمره بشكل اعنف من اللي كنا متوقعينه. وكمان في زلازل قويه حصلت في تركيا وسوريا اثبتت ان النشاط التكتوني مش مجرد نظريه، ده واقع بنعيشه كل يوم. احنا عاده لما بنشوف حاجه بنحاول نبحث في ايه الحكمه ان ربنا خلق الارض والقشره الارضيه بالتكوين ده بالذات. العلماء بيقولوا ان الشكل ده بيساعد على طرح كنوز الارض زي المعادن والبترول والغاز من جوفها. الكوارث الطبيعيه زي البراكين والزلازل رغم انها مخفيه لكنها وسيله لاعاده توازن القشره الارضيه وتجديد مواردنا من تاني. كل ده بيثبت ان التصميم معمول بحكمه الهيه. الارض ما كانش ينفع تكون قشره واحده صلبه، لانها كانت هتنفجر من الطاقه الهائله الموجوده في الجوف. التركيب ده هو اللي حافظ على استقرار الكوكب لحد دلوقتي. قد ايه احنا صغار قدام الكون ده. كل الحكايات دي بتقول لنا ان العلم والاكتشافات ما بتنتهيش، وان في كتير لسه مستنينا نفهمه. واستنونا في حلقه جايه ان شاء الله.